يا مساء الهنا ومساء الفل، مساء الرضا ومساء الأقدار السعيدة بإذن الله، مساء الشمس والهوا والبحر، مساء كل حاجة حلوة. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها هنا وسعادة، وتنبسطوا وتقضوا أجازة سعيدة. خلاص الدراسة بدأت، يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مفتقداكم جدا. ليه بس 5 لايك على الفيديو اللي فات؟ ليه؟ نفسي افهم ليه. فين اللايك؟ اول ما تتفرجوا اعملوا لايك على طول. الطريق جميل، ويا ترى الطريق واخدنا على فين؟ انا بحب الطريق ده جدا، وما بحسش فيه يعني بالسفر ولا بالمشقة، لان على اليمين وعلى الشمال ما عدا اماكن قليلة قوي مليانة على طول مناطق سكنية. طبعا الطريق كلنا عارفينه هو طريق الساحل. وانا رايحة فين بقى؟ رايحة لحبيبة القلب مطروح، مرسى مطروح. يعني انا يعني المحافظة دي بجد بتسحرني. من الشواطئ بتاعتها حقها انها تصنف يعني من اجمل شواطئ العالم، يعني على رأي اللي بيقولوا مالديف مصر. يعني البحر حاجة تحفة جدا. طبعا الطريق 6 ساعات، وما كناش حاجزين، فقعدنا ندور على شقة، وعلى ما لقينا شقة نقدر نقتنع بيها مش قادرة اقول لكم قعدنا نلف قد ايه في عز الحر. فيعني احنا طريقتنا في تنقية الشقة بتبقى رخمة حبتين. بس الشقة دي كويسة. ريسبشن واوضتين وتويلت والمطبخ كده حتة صغيرة مفتوحة ريسبشن، وكلها مكيفة. الاوضتين بس مكيفين، الريسبشن فيه مراوح واتفرجوا بقى وهتعجبكم. انا اول ما دخلت تقريبا الناس السكيورتي وكده كانوا هي عاملينها زي عمارة فندقية كده، يعني عمارة كلها شقق. وفي ريسبشن تحت، وفي كنب كده نقعد عليه زي اللوبي في الاوتيلات وكده. شميت ريحة زفارة فظيعة. قمت بقى على طول حاطة الداوني والاريال والمية ومقلبة ورشة في الشقة كلها. انا ما جبتلكوش بقى طبعا الشقة كلها، بس عايزه اقولكوا الكنب ده كله اتحرك من مكانه، ما فيش حاجه فضلت في مكانها. لما الولاد بقيت صعبانه عليهم واقول لهم مش هقدر، يعني لو تشوفوا انا داخله بهدومي، يعني الهدوم اللي انا كنت جايه بيها هي اللي انا نظفت بيها، يقولوا لي يا ماما مش معقول، طب ارتاحي شويه، طب كذا طب كذا. وانا يعني استحالة هقدر اقعد ولا هيهدالي بال غير لما انزل على الشقة حتى تكبتها كلها. ما سبتش فيها مكان الا ولو وديتها بالاريال وخليتها بتبرق وزي الفل. عايزه اقول لكم بقى يعني من فضل الله ما اخدتش مجهود، على طول تيك تاك على طول. هما الناس كانوا لسه مسحينها، بس انا كانت مشكلتي في ريحة الزفارة. في المصيف بقى للأسف بنجيب الأكل كله من برا، لأنه بنبقى عايزين نستغل الوقت. الصبح مش عارفة عايزين يروحوا رحلة ايه، واخر النهار ننزل المية، وبالليل هننزل نتمشى فين، طب ونروح ونجيب ايه وايه في الكورنيش، وايه ندخل معرفش ناين دي، وندخل نلعب في اللي هي المحلات اللي عاملة الألعاب دي. بيبقى في مكان واحد، فيه البلياردو وفيه البينجو وفيه الفيديو جيم وفيه البلاي ستيشن وفيه اللي هي البيبي فوت والحاجات دي. فاليوم بيبقى ما فيهوش وقت خالص للاكل والشرب، فبنضطر اسفين ان احنا نجيب الاكل من بره. اوقات بقى لما بنبقى رايحين اسكندريه في الشقه بتاعتنا ببقى عامله انا بقى اكل، لان خلاص ادوات المطبخ بتاعتنا والحاجات بتاعتنا مش قرفانين من المكان. انما انا عايزه اقول لكم انا في الشقق اللي بنأجرها دي ما بستخدمش حتى الكاب بتاعه الميه، ما بستخدمش اي حاجه من الشقه ابدا. والمية طبعا بقى هنا مية معدنية، يعني ما فيش المية اللي من الحنفية سيئة جدا، بس بقى الجو جميل والهواء تحفة. الكنب ده كنب جلد، انا ما هداليش يعني برضو ما هديش بالي غير لما جبت طبق في اريال وجبت فوطة وحطيتها في الطبق ومشيت على الكنب كله وايادي الكنب وكله. مش قادرة اقول لكم يعني مع ان الولاد قالوا لي ماما شكل الكنب نظيف وجلد، طب انتي قرفانة من ايه؟ قلت لهم مش قادرة،
اخليه بالشكل ده. اول ما جيت على ما انضف واعمل العملة دي استخدمت كنبة واحدة بس، وكنت حاطة عليها ملاية جايباها معايا. من الحاجات برضو اللي انا بحبها تبقى موجودة وما لقيتهاش، بحب يبقى موجود سجادة ان شاء الله، حتى لو هو بديل السجاد او كفر السجاد ده. مشاية بتمنع باقي البيت من ان هو يتبهدل بصراحة. مثلا يبقى في دواسة قدام باب التويليت، لا دول مخلين الشقة على البلاط، مفيش فيها حاجة ابدا من الحاجات دي. خلصت الريسبشن واتنقلت بقى على الباقي، اعمل بالمقشة، ومن بعد المقشة اقوم جر على طول ومسحة بالمساح. دخلت بقى بعد كده على المطبخ. اجمل حاجة ان المطبخ فيه بلاعة. هو طبعا مش مطبخ يعني، هو زي ميني كيتشن كده، مش الحاجة الواو يعني. في بوتاجاز مسطح كده انا ما استخدمتوش، حتى ما حاولتش افتحه ولا حاجة. آه فيعني ايه، الدنيا عدت. ده بقى هو المطبخ ده رخامة كده موجودة حرف ال، وعليه البوتاجاز المسطح على الرخامة اللي قصاده، وظريف. يعني اللي عجبني في الأوضة في الشقة طبعا انها فيها نور ربنا طول الوقت، فظريفة جدا. وهوريكم بقى الفيو منها ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم. بس علقة يعني، انا بصراحة بحب الفنادق والاوتيلات، بس لقيناهم غاليين جدا، يمكن بأضعاف تمن الإيجار. انما انا اللي بفضله الاوتيل. يعني احنا حتى لما جمعنا تمن فلوس الايجار جمعناها على فلوس الاكل والشرب من بره على كذا وكذا، الاوتيل اغلى. اللهم صل على سيدنا محمد. دي بقى الرخامة اللي قدام المطبخ، دي بقى الرخامة البار اللي محطوطة قدام المطبخ. مسحت بالسلكة المسحة التمام، وقمت جايبة الحتة ومسحها بقى ومخليها زي الفل. وبعد كده بقى دخلت على المطبخ، كانت الميكسر الهاند ميكسر بتاعة الحنفية بشعة، قرفانة جدا ان انا افتح الحنفية. بس مش عارفة انتوا زيي ولا ايه. على فكرة في ناس ممكن تيجي تتعامل عادي جدا، او تشوف ان الدنيا حلوة وتستخدم الحنفية. والدليل ان اكيد قبل احنا ما نيجي كان في ناس مأجرين المكان، وانا جيت لقيت الحنفيات مطوسة، وحاجة تبقى هترجعي لو مسكتي الحنفية او لمستيها. انا بيني وبينكم انا موسوسة على الاخر يعني. حتى بص الطبق بتاعهم اقصى استخدام استخدمته ليه ان انا حطيت فيه الاريال والمية، وعملته كده زي هو ده المكان بتاع المسحوق يعني. نظفت الحنفية ونظفت الحوض ونظفت الرخامة زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. اوقات بقى لما بيبقى البال رايق، بس ابقى رايحة اسكندرية، شقتنا يعني مش شقة مأجرينها، ببقى متبلة بقى بانيه. ان شاء الله في مرة نعمل كده لو لحقت اروح اسكندرية في الاجازة دي قبل الدراسة كده. بعمل بقى اكلات مسعفة يعني تسعفنا. يوم بناكل رنجة، ناكل بقى رنجة يعني مش قادرة اقولكم مهما ناكل ما نشبعش. يوم ناكل كفتة، يوم ببقى محمرة البانيه وحاطه في البقسماط، وكله يا دوبك يتحط في الزيت بس يطلع يبقى طازة. انا طبعا بتاوب لاني مش قادره اقول لكم خلاص التعب ماسكني قد ايه. لو وصلتوا معايا للوقت ده في الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، وشوفوا لسه المغامرات اللي في اخر الفيديو، استنوا عشان الفيديو لسه ما خلصش، واوريكم الفيو الشقه بتبص على ايه، وقولوا لي رايكم. اي هزه في الشاشه سامحوني فيها عشان الموبايل بتاعي عطلان ولسه هصلحه. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشجعوني. تعليقاتكم الجميلة اللي انا بستناها دايما في كل فيديو، هي دي اللي بتديني الحماس اني اقدر انزل فيديوز تانية. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت انا بقى خلاص كده خلصت. نزلنا بقى بالليل، قلنا نتمشى شوية، خرجنا قعدنا اكلنا يعني حاجة، وقعدنا على الكورنيش. وده الفيو بقى اللي الشقة بتبص عليه، دي كده البلكونة. ده كان وقت الشروق. شايفين الجمال؟ سبحان الخلاق، حاجة تحفة. شايفين البحر طبعا بدري بيبقى لونه رمادي كده، انما بقى اخر النهار بيبقى لونه تحفة. انا مصوره لكم في الوقتين. ده الواجهة اللي بتبص عليها الشقة يعني، دي البلكونة الاساسية اللي طالعة من الريسبشن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين؟ اللهم بارك الجمال
والشمس وجمالها. يعني المنظر بصراحة حاجة كده تحفة، تقعدي قدامه ما تشبعيش. هوريكم بقى بقية ال الشبابيك بتبص على ايه. واستنوا بقى شوفوا المفاجأة في الاخر اللي انا عملتها. ويقولك المنتقبات النقاب بيحبسهم وما بيقدروش يمارسوا حياتهم ومظلومين وي وي وي. ده احنا اجمل حاجة في الدنيا النقاب ده. ده النقاب ده ما يخليكي كده المرأة الغامضة، محدش يعرف عنك انت زعلانة ولا انت فرحانة. لو متغاظة من حد ومضايقك ما ياخدش باله، بالعكس. يعني ربنا يا رب يرزقنا الحشمة يا رب ويهدينا ويرضى عنا. اهي الشقة، ده الريسبشن. ده بقى الريسبشن فيه شباك وفي البلكونة. بصوا يا بنات الريسبشن، بصوا الشباك بيبص على ايه. شايفين الوان المية بتاعت مطروح؟ ده بقى كده يعني على الساعة 2 على الساعة 3 اول ما الشمس بتبدأ تحمى بتبدأ الالوان الجميلة بقى ايه تظهر. وادي دي بقى البلكونة اللي انا كنت مصورها لكم في الشروق. شايفين الجمال والسما صافية شايفين الالوان. يكفي بس الالوان دي، سبحان الخلاق، مبدع ربنا سبحانه وتعالى. ده رجعنا تاني للشباك اللي في الريسبشن. في شباك بقى اوضة النوم الرئيسية يعني الاساسية. الشباك برضو هيعجبكم اهو، شايفين؟ ده بتاع ايه؟ ده بتاع الاوضة، لا ده بتاع الريسبشن. بس انا هوريكم بتاع اوضة النوم دلوقتي. ده هو شفتوا الجمال وشفتوا المنظر والفيو، حاجة تحفة. خرجنا بقى ركبنا يخت. الرحلة دي جميلة جدا. تركب اليخت ويروح بيكي في وسط البحر وتنزلي تعومي بقى. واللي ما بيعرفش يعوم يلبس لايف جاكيت. انا بعرف اعوم بيني وبينكم بس بعوم بسيط يعني، انما خفت واترعبت. لو مفيش ارض تحت رجلي اعوم، لو في قصدي ارض تحت رجلي وحاسه بيها اعوم وابقى زي القرده. انما احساس ان مفيش ارض تحتيه ده لا، حاجه رهيبه بجد. بصوا لبست بقى اللايف جاكيت وما تقولوا لي بقى اي حاجه. يعني انبسطت اخر انبساط وبلبطت انا والعيال وكنا في منتهى السعاده اللي في الدنيا. كنت مرعوبة في الاول بس، انما بعد كده بقى لا اتعاملت خلاص عادي. يعني الفكرة بس الخوف بيجي لما ما تبقيش حاسة بالارض تحت رجلك. مستنية تعليقاتكم الحلوة ومستنية لايكاتكم، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا عشان نقدر نعمل مسابقات اكتر. بحبكم جدا في الله. ربنا يا رب يرضى عنكم ويبارك فيكم. ودمتم في صحة وهنا وخير. صوتي مرهق وتعبان معلش. هشوفكم في فيديو قريب بإذن الله وإن شاء الله. ما تنسوش اللايك، يا غلبي منكم اللايك اوعوا تنسوا، مهم جدا. يلا ربنا يسعدكم يا رب. اتفرجوا بقى على انا مش ابو هيف، انا ام هيف. دمتم في صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي.